السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا. ان شاء الله غادي نحضر معكم اللحم مفور بطريقه اللي بسيطه بزاف وسهله وكيتحضر معنا بسرعه، واللحم ديالنا كيجي طايب وكيجي فتي والمذاق ديالو كيجي بنين بزاف. ما عليكم اخواتي غير تكملوا معايا الفيديو حتى الاخير وغادي نمروا على بركه الله باش نشوفوا طريقه التحضير. بسم الله. كنحتاجوا الكوكوط اللي غادي نوضع فيها واحد الزلافه، غادي نحطها في الوسط ديال الكوكوط كيف ما غادي تشوفوا معايا، وغادي نعمرها بالماء. غادي نعمر الزلافه وغادي نعمر الكوكوط ديالي بالماء، غير هو الماء ما خاصوش يوصل لينا حتى الفوق ديال الزلافه، خاصو يكون غير بحال هكا كيف ما كتشوفوا. وغادي ناخذ الكسكاس ديال الكوكوط هذا وغادي نحطو فوق الزلافه بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه اللي ما عندوش هذا الكسكاس هذا ممكن يفور اللحم ديالو في الكسكاس الكبير ديال البرمه، غير هو كيشد شويه الوقت على هذه الطريقه هذه. هذه الطريقه هذه ديال الكوكوط صراحه كيتحضر اللحم بسرعه، يعني غير واحد الساعه المكانه راه كتلقاي اللحم ديالك طايب. مهم اخواتي، من بعد ما كنحط الكسكاس ديالي في الكوكوط كناخذ واحد الحبه ديال البصله كنقطعها هكا دوائر. بالنسبه للبصله اللي كتعجبو يديرها واللي ما كتعجبوش راه ممكن ما ديروهاش كاع، غير بالنسبه لهاد البصله هذه الصراحه انا كتعجبني، كتجي مع كيتطلق عليها داك المذاق ديال اللحم والخضره، كتجي البصله ديالنا لذيذه الصراحه. وصافي دابا غادي نستف اللحم ديالي من الفوق بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للحم راه على حساب اللي متوفر عندكم وعلى حساب حتى افراد الاسره ديالكم، يعني ما قلت لكمش العبار بالضبط شحال درت، يعني كل واحد شحال بغى يدير. صافي من بعد ما كنستف اللحم ديالي غادي ندير عليه الملحه، كندير هكا الملحه من الفوق صافي. ودابا غادي ندير شويه ديال الكمون، يعني كنبقى ندير غير بيدي حتى كنشوف بلي داك اللحم درت عليه الملحه والكمون مزيان. وبالنسبه اللي عنده القزبور يابس مدقوق يضيفو، ضفتو انا هنايا، واللي ما عندوش راه ماشي مشكل يدير غير الملحه والكمون بركه. وكنسد دابا على الكوكوط وغادي نوضعها فوق البوطه. وبالنسبه للعافيه في هذا الاول هذا غير جهدوا ليها، يعني حتى تكون الزفره ديالنا كدور، وعاد كتنقصوا البوطه وكتخليوها طيب على خاطرها، راه دغيا دغيا كيطيب معنا اللحم. وعلى ما كيطيب معنا اللحم كنمشيو كنوجدوا الخضيره. عندي هنا البطاطا اللي قشرتها وقطعتها هكا دوائر، وخيزو قطعته حتى هو هكا طويل. وإلا عندكم القرعه يعني الخضره اللي متوفره عندكم واللي كتبغيوها كديروها. وكنضيف ليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الخرقوم. وغادي نضيف هنايا واحد شويه ديال التحميره، شويه ديال السكينجبير، وغادي ندير واحد نص معلقه ديال الكمون كديروا شويه كتير صافي. واحد تقريبا واحد المعلقه ديال الزيت، وغادي ندير الربيع صافي. وكتشرملوا هاد الخضره ديالكم مزيان. بالنسبه للخضره انا درت غير واحد شويه، وحتى العطريه درت لها شويه شويه. نتوما على حساب الخضره ديالكم، الا درتو بزاف راه كديروا العطريه شويه كثيره. صافي كتشرملوا الخضره ديالكم مزيان بهذه الطريقه هذه، وغير كتحلوا على الكوكوط ديالكم وكتلقاو اللحم طايب. ضروري خاص اللحم ديالكم يكون طايب، يعني غير تقلبوه بهذه الطريقه هذه تلقاوه باللي صافي فتي وطيب مزيان. عاد كتضيفوا الخضره، يعني عاد ديروا الخضره ديالكم من الفوق على اللحم. وبالنسبه لهذه الطريقه هذه الصراحه راه ما كاملاش 15 دقيقه، كتحلوا على الكوكوط ديالكم وكتلقاو الخضره ديالكم طايبه. والصراحه كتجي لذيذه هذه الخضره هذه كتجي زوينه بزاف مع اللحم مفور. يعني كيجي واحد الطبق اللي صحي وكيجي بنين بزاف. صافي من بعد ما غادي نستف الخضره ديالي بهذه الطريقه هذه، يعني كتستفوا غير بشويه عليكم باش تقد ليكم في داك الكسكاس. وبالنسبه اللي ما عندوش هذا الكسكاس هذا كيف ما قلت لكم في الاول راه ممكن ديروه غير في الكسكاس ديال البرمه، وغير هو خاصكم يعني هكا تغطيو الكسكاس ديالكم مزيان باش ما يخرجش داك الهواء، باش اللحم ديالكم يطيب والخضره ديالكم طيب حتى هي دغيا.
صافي دابا غادي نسد على الكوكوط وغادي نوضع الكوكوط ديالي على البوطه. تقريبا كيف ما قلت لكم 15 دقيقه كتحلوا على الكوكوط وكتلقاو الخضره كيف ما كتشوفوا طايبه وكتجي صراحه بنينه بزاف. وصافي دابا من بعد ما الخضره ديالي طايبه واللحم طايب كناخذ الطبسيل. حنا هكا كنديرو من شحال هادي كنستفوا الخضره ديالنا من الجناب ديال الطبسيل وفي الوسط كنحطوا اللحم. يعني هذه هي الطريقه اللي كنديروا بها حنا اللحم ديما وقلت نشاركها معكم وكنتمنى تعجبكم. واللي عجبته القناه ديالي والوصفات اللي كنحط كنتمنى تشتركوا عندي في القناه وتشجعوني باللايكات وبلي كومونتير ديالكم. وان شاء الله راه كنحط كل شيء داكشي اللي بسيط وسهل وكي في نفس الوقت كيكون لذيذ. يعني اي واحد جرب الوصفه ديالي كنتمنى تنجح معاه. راه كنحاول نعطيكم يعني التفاصيل داك التفاصيل البسيطه كنبغي نقولهم لكم باش ان شاء الله اي واحد جرب شي وصفه ديالي كتنجح معاه. وصافي ديك البصله اللي كنكونوا درناها من التحت كان ممكن ديروها هكا من الفوق على اللحم اولا كديروها هكا على الخضيره. يعني انا كنعطيكم الطريقه باش كنقدموا بها هاد الطبق هذا وانتم تبارك الله راه كل واحد راه كيبدع في الطريقه ديال التقديم ديالو. المهم الاهم هو كيفاش طاب اللحم والتوابل اللي درنا له والطريقه باش رملنا الخضره يعني هكا باش تجيكم بنينه. صافي ومن بعد كنزيد واحد شويه ديال الكمون من الفوق على اللحم. وهانتوما تشوفوا راه اللحم ديالنا كيجي طايب والاهم انه كيتحضر لنا في وقت قصير. اذا درتوا هذه الطريقه ديال الكوكوط راه اللحم ديالكم كيف ما بغى يكون يعني واخا يكون حتى كبير راه دغيا كيطيب معاكم. يعني حسن بزاف من الطريقه ديال البرمه. وهكا كملت معكم الفيديو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم وحتى الطريقه ديال التقديم ديالي تكون عجباتكم. كنتمنى تشجعوني بالبارطاج ديالكم وباللايك ديالكم وتشتركوا عندي في القناه الا عجبكم الوصفات ديالي. وان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جديد ووصفه جديده.